السلام عليكم متتبعي قناة مغرب كرة تيوب، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. إذا حسب الإعلام الجزائري فالمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري كيرفضوا السكن في القرية الرياضية اللي خصتها الكاف للمشاركين في كان 2024 بالكوت ديفوار، وكيقرروا أنهم يحجزوا فنادق خاصة بهم خارج القرية الرياضية، وهم المنتخبان الوحيدان حتى الآن اللي قاموا بهذا الأمر. وكما كنعرفوا فالمنتخب المغربي هو أول من قام بهذه البادرة، وكان حجز فندق خاص بمدينة سان بيدرو لمالكته مغربية قبل أيام من بداية الكان. نشاهدوا الفيديو وما تنساوش ديروا لايك ومتابعة. شكرا لكم. في نهاية كأس العالم الأخيرة، هل هذا الأمر يضع ضغطا إضافيا على المنتخب المغربي أم أنه حافز من أجل الوصول على الأقل إلى المباراة النهائية؟ شوف، تاريخيا نولي المغرب الجزائر تونس كان عندهم لاعبين كبار، ولكن في ادغال افريقيا ما عملوا حتى شيء. تلحق اقل شيء النهائي وترجع ولا نصف النهائي. المنتخب التونسي هو قاعد نديروا في الخانه تاع المنتخبات المغاربه اللي عندها مشاكل في ادغال افريقيا، راح تكون صعيب عليه كثير بزاف باش يلحق للدور النهائي او يفوز بكاس افريقيا. نعم، ننوه فقط بالقرار الحكيم الذي اتخذه وليد صادي رئيس الفار بالتشاور طبعا مع الطاقم الفني، وذلك بتخصيص فندق كامل لاقامه المنتخب الوطني في مدينه بواكي الايفواريه. المنتخب الوطني الجزائري كان اول منتخب يقدم على هذه الخطوه. نعلم جيدا بان السلطات في كوت ديفوار اعدت العده وجهزت قريه كامله شامله من اجل استقبال كل المنتخبات الافريقيه، لكن بدأ يتبين الآن ويتسرب بأن هذه القرية الإفريقية مع احترامنا لما فعله المسؤولون في كوت ديفوار من أجل استقبال ضيوفهم، هذه القرية تعاني من عدة نقائص. نعطيك بعض الأمور، مثلا أنه لن تتوفر غرفة مثلا لكل لاعب أو لاعبين، الأكل لن يطبخ في تلك القرية الأولمبية صح التعبير، وإنما يطبخ خارج تلك القرية ويتم نقله بالشاحنات، ولو أن المنتخب الجزائري متعود على أخذ المؤونة معه وأخذ الطباخ الخاص ولا يأكل مما يأكل الآخرون. علاش انا قلت لكم قبيلات اتحاد لاقاف مجانين محمد، انت تفرض علي انا الجزائر او تونس او المغرب تقول لي باش تنظم كاس افريقيا لازم لك فنادق 5 نجوم، لازم لك الملاعب، لازم لك كذا ولازم لك كذا. وهنا شوف كوت ديفوار قريه من راح يسكنوا فيها كل المنتخبات، نظن بلي هذا خطا كبير. وزاد اليوم تجربه وليد صادي هي اللي خلاته باش يمشي يحجز فندق كامل للمنتخب الجزائري. انا نقول باللي احسن ما فعل، لان راح تشوف لما يجيبوا الماكوله محمد راح ينقلوها من مش عم يجيبوها من المطاعم الى القريه، راح نشوفوا تعدي على عده اشياء، وربما اللاعبين راح يمرضوا، ربما من راح يكونوا تسمم في الاكل. نقول باللي هذا خطا كبير اللي ارتكبته لاكاف لما مد التنظيم لكوت ديفوار. نعم امين. حتى الفندق الذي استاجره المنتخب الوطني الجزائري يعني بالاتفاق بين مسؤولي الفاف وملاك ذلك الفندق يقومون الان ببعض الاعمال وبعض الاشغال الاضافيه حتى يكون في ابهى حله، حتى يستقبل العناصر الوطنيه. يبدو ان وليد صادي لا يريد ان يترك اي شيء للصدفه، استفاد كثيرا من عمله السابق مع محمد روراوه يوم كانت الامور اللوجستيكيه للمنتخب تتم بفتره من الزمن وتتم في اعلى مستوى. امر ثاني امين قامت به الفاف وهو تسييج ملعب التدريبات. تعرف بانه ملاعب التدريبات هناك كلها غير مسيجه مفتوحه. الفاف قامت الان بتسييج ذلك الملعب، يعني امين ارضيه ملعب بواكي ربما افضل ارضيه هناك. المنتخب الوطني الجزائري المنتخب الاول الذي قام بخطوه تغيير الخروج من القريه الاولمبيه واستئجار فندق باكمله، ثم تبعه بعد ذلك المنتخب المغربي. الامور اللوجستيكيه كلها مضبوطه. التحضير في مدينه في بلد قريب جدا من كوت ديفوار مع اجراء مباراتين وديتين. الحمد لله انه كل العناصر الوطنيه بما في ذلك بالناصر وعوار تماثلت للشفاء. روح اخويه، روح المجموع، يعني كل شيء يوحي بانه المنتخب يقترب من اجراء دوره تاريخيه اخرى. الطقس ايضا ذكرت قاسي سعيد، طقس مناسب تماما، واترك قاسي سعيد يحكي لنا عن طقس لانه لعب في مدينه بواكي ثم اعود اليك. امين. شوف الطقس تماك محمد، راح تكون درجه الحراره تدور ما بين 23 حتى 35، يعني 35 اقصى درجه تقدر تلعب، يعني تقدر تلعب. المباريات الليليه تكون درجه حراره تنقص من جانب الرطوبه، ما راحش تكون رطوبه عاليه معتدله محمد، راح تكون 31 35 هذول الماكسيموم ديالها. والرطوبه اليوم عندها الحل ديالها محمد، هو اشرب الماء والاملاح المعدنيه، يعني على ما تاثر الرطوبه تاثر على العضلات وتجيب لك لي كرامب ولا دير لك لي ديشيري، ولكن كي تشرب الماء بالاملاح المعدنيه خلاص عاود كل شيء. انت لعبت في مدينه بواكي فيما سبق، يعني احكي لنا عن الاجواء. هل يستطيع اللاعبون اللعب بكل سهوله هناك؟ هل تؤثر عليك الرطوبه؟ لا. هل تشعر بالعياء بالتعب؟ لا محمد، كلش يمشي ساهل تماك، لاني قلت لك درجه الحراره معتدله، الرطوبه معتدله. لن نعاني من الناحيه البدنيه؟ لا اظن اذا كانوا اللاعبين تاعنا جاهزين بدنيا ما نظنش بان نعانيو.
اكيد انت قلت انه يبدو اننا سنقوم بدوره تاريخيه. دائما نقول لك قبل كاس افريقيا لا يجب ان تتفائل كثيرا ولا يجب ان تفرط. هذه العباره، ان تفرط في التفاؤل، لانه الواقع وارضيه الميدان امر اخر. يمكن ان تقول انه كل الظروف مهيئه من اجل القيام بدوره تاريخيه. الان الامر مرهون باللاعبين هذا ما قلته انا، المدرب ومدى نحن قسنا حسب الظروف. امين يعني مثل ما قال قاسي سعيد، ونعيد ونكرر، ارضيه الميدان افضل ارضيه في كوت ديفوار. المنتخب الوطني خرج من القريه الاولمبيه واستاجر فندقا كاملا، لا توجد اي مشاكل داخل المنتخب الوطني الجزائري. الاصابات التي كانت موجوده كلها شفيت والحمد لله. دعم جماهيري كبير. رئيس الجمهورية أمس قرر التكفل بنصف نفقات الأنصار، يعني 2000 مناصر جزائري سيكونون هناك لمساندة الخضر بدون أدنى شك، والكثير من الجالية الجزائرية الموجودة في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا ستنتقل أيضا لتشجيع الخضر. قلت لك أمين يعني هذه المكونات كلها توحي بأننا أمام دورة تاريخية. ضف إلى ذلك تصريحات المدرب الذي قال واللاعبين الذين قالوا بأننا استفدنا هذه المرة من فترة تحضير جيدة، يعني لدينا 15 أو 20 يوم من أجل التحضير جيدا والدخول في أجواء المنافسة. لا أدري أمين، أنا أراها هكذا، أرى بأننا على أعتاب صنع التاريخ مرة أخرى. ما تنساوش ديروا لايك ومتابعة. شكرا لكم.